في الحديث داخل الحديث نهضر على فاطمة. نعم، بل هناك أسامة بن زيد حب رسول الله من أحب الصحابة إلى رسول الله. هذا ما كان علاقة بالأسامة، ولكن فائدة صحيحة إن أسامة من أحب الصحابة حب رسول الله. مفهوم الحديث الأول نكتفي به. نذهب إلى الحديث الثاني وهو على العمل. العمل هو الزبير بن العوام. الزبير بن العوام هذا شوفوا مليح، عائشة أمور خاصة بها. الزبير بن العوام أولا من المبشرين العاشر بالجنة كذا. اثنين، الزبير بن العوام من عائلة الرسول، ابن عمته صفية ذميس أن عمتيس. الزبير ذميس أن عمتيس ابن عمته صفية. اثنين. ثلاثة، الزبير بن العوام من الستة أهل الشورى. قلت لي يقول شنو هذا؟ والله ما فهمت. الشورى المعنى تحق بالموت عمر بن الخطاب ذكروا ستة قال هم أفضل من بقي من الصحابة بعد ستة، من بينهم عثمان علي وزبير. الزبير في بعضهم ستة قال لهم كي أنا نموت لأن قالوه أو يشوف الدم شاف اللي يمكن يموت، قال لهم ستة هذو خرجوا واحد أهل الستة في الشورى. هذا يعني كذلك يقال هذا هاجر من الأوائل في الإسلام، فقد هاجر الهجرة، راح للحبشة وزاد هاجر للمدينة المنورة، من أوائل الصحابة. إذا الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، أحد الستة، أحد الأوائل من الصحابة الذي هاجر الهجرة. نعم، نكتفي بأربعة، يعني في الصحابة تلميذ ولا وصل أربعة سي بون، ولا زاد خمسة في كخمسة سي طري بون. سي نون يكتفي أربعة. الحديث هذا تاع العمل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويأتي الجبل، يروح الجبل يعني كما تقول قرية احنا، ويأتي إلى الجبل ويأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيستغني بها، خير له أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أمر واضح يتحدث عن العمل. أو يقول صلى الله عليه وسلم أفضل للإنسان أن يبيع الحطب. هل يبيعون الحطب في ذلك الزمن؟ أبدا لا يبيعون الحطب، لا يبيعون الحطب، لأن الحطب كان للناس كل، كان للناس كل الحطب هذا كما تقول الآن عمل بسيط، عمل بسيط هكذا حلال، جيب الحلال، هذا ما كان. إذا الحديث هذا يحث عن العمل. أولا يقول تعريف العمل، كان 4 كلمات أساسية، 4 كلمات أساسية: جهد بشري، فكر أو عضلي يعود بالمنفعة. إذا كتبوا كلي واش هو؟ جهد بشري، فكري أو عضلي يعود بالمنفعة. هنا الكلمات الأساسية: المنفعة، فكري وعضلي يبذله الإنسان، والجهد، كلمة جهد، ذا الجهد. 4 كلمات تكفيك في التعريف. فقد أعطوه عدة مرات في البكالوريا، يعطوه الدبوة ادمي شكمه، ادمي شكمه. عشان نلمه أنا أقولهم لك الكلمات: جهد بشري، جهد فكري أو عضلي يعود عليه وعلى غير منفعة. 4 كلمات. دونك ديك كنت تعرف كلمة أساسية. هذه قاعدة في البكالوريا، إذا أردت تكون عندك 20 التعريف ديركت الكلمات الأساسية. هذا العام لوش أقولهم لك: جهد بشري، عضلي، فكري، منفعة. أما دير جملة كاملة. الآن يقول ما هو حكمه؟ واجبون. الآية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما الحديث: خير يعني ما أكل إنسان طعام خير أن يأكل من طعام يديه. وكان داود، هو هذا سهل يمكن أي تلميذ يحفظه، كان داود يأكل طعام يده، لأن داود واش كان داود؟ كان نبيا وملكا، رغم ذلك يخدم بيديه، كان يخدم الحدادة هذا إلى ذلك. أما دار فرعوني كيفاش كمصا، هذا كان ملك ولكن يحب يأكل من يده. هذا دليل للتلميذ في السنة: كان داود عليه السلام يأكل طعام يده. مفهوم؟ بعد هذا العنصر الأول هو التعريف، العنصر الثاني حكمه ودليله، العنصر الثالث تفعيل العناصر. ها؟ ما كاينش تمارض، كاين الأثر يقول
ما هو العنصر الذي يأتي يقول باش تزرع مجال مجال العمل فيه الزراعة فيه الصناعة فيه كذا فيه وتلميذ يستدل بالآيات كان داود نبيا كان رسول يرعى الغنم كان يتاجر كان زكريا نجارا كان نوح كيف نجارا هذا يعني مجال عمل واسع فقد أباح تلميذ يكتب فقد أباح الإسلام كل وسيلة شرعية حلال لكسب الرزق أباح لها لم يحدد يعني عمل معين لم يحدد معه فيها بدأ بما يسمى برعي الغنم ثم بالزراعة ثم بما يتعلق بالصناعة والحرف الخياطة وإلى غير ذلك. نعم التسول انتبهوا أولا تعريف التسول هو أن نسأل الناس يعني أموالهم وأن يبقى الإنسان يتكفف يضع يده يتكفف الناس يسأل الناس أموالهم هذا هو التسول وهو حرام في الإسلام. وإذا قيل متى يجوز في ثلاث أمور وقد أعطينا في البكالوريا يعني تجريبي في ثلاث حالات أن يكون فقر مدقع أو أن يكون مرض موجع أو أن يكون دم موجع فقر مدقع وغرم مفضع. إذا غرم مفضع لعب الديون يجوز يروح يعني باش يعاونوا الناس. كذلك الذي عنده الدية قتل واحد سالوا له 2 مليار انفيرون لازم نعاونوه دا موجع. والفقر شديد يجوز ما كاش واش ياكل ودار هكذا الناس ويخدم ما كفاش ربي يجوز نعاونوه مفهوم الكلام مازال من فضلكم. من بعد كاين ما يسمى بالبطاله. تعريف البطاله هو القعود عن العمل مع القضاء. القعود عن العمل مع القضاء هو يقدر ولكن ما لقاش واش يخدم ماهوش يخدم. تعطيه عطاله موهبه معطله عاد يبدو عده مرات آثار السلبيه للبطاله. اولا ركود الجانب الاقتصادي انتشار الفقر انتشار الافات الانسان ما يخدمش يسرق اكيد يوم ما ولا يروح المحرمات يبيعها. اذا انتشار الافات إذا ركود الاقتصاد انتشار الفقر انتشار الآفات تعطيل الطاقات والمواهب. وخامسا أن يكون الإنسان عبء على غيره. فتوات تخدم التعقيد نسميه باسكو بالي تعقيد أفعلوا ليك يعني الزيادة أن يولي الإنسان يدخل 4-5 بوراش وخدمنا له عبء إلا قال تشد السون كذا فعبء على غيره. فهذه هي الخمسة: الفقر الجرائم تعطيل الاقتصاد وانتشار الآفات وتعطيل المواهب وكذلك أن يكون الإنسان عبئا على غيره. 5 تلميذ يحفظ 5 آثار سلبية للبطالة. ناخذ الدرس الثالث. الدرس الثالث وهو ما يتعلق بمشروعية الوقف. وقبل هذا الفوائد في العمل. أولا حث الإسلام على العمل. حث الإسلام على العمل. 2 إن في العمل عزة وكرامة. 3 عدم احتقار العمل ولو ببيع الحطب. 4 إن تعطيل الموهبة والتسول وكذا ذل ومهانة إهانة للنفس وتضييع للكرامة. هذا فيما يتعلق بالفوائد الحديث. نذهب إلى ما يتعلق بالحديث الثالث وهو مشروعية الوقف. الوقف هو الصدقة الجارية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال جاء عن صحابي أبي هريرة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نحن يهمنا في الحديث صدقة جارية لأن سميناه الوقف. وإلى الحديث فيه 3 أفكار: الولد الصالح يدعو للميت، الصدقة الجارية ينتفع بها الميت، والعلم النافع ينتفع به الميت. ولكن درسنا حول الصدقة الجارية. التعريف الصدقة الجارية هو كل ما يتركه الإنسان لوجه الله ويستمر أجره بعد الموت. والصدقة الجارية هو الوقف يساوي الوقف. تعريف الوقف: الوقف لغة هو الحبس، تحبس شيء. قف يقول لك الشرطي قف أي احبس
المنفعة. الرمو حبس الأصل وتثبيت المنفعة. نحبس ما يسمى نحبس الأصل. كاين مثلا شجرة هذه أبي قرص بليس والثلوث وطرها، فنحبسها واحد ما يديها، ماذا يأخذ الناس؟ الثمار. إذن هو حبس الأصل وتثبيت، أي في سبيل الله، وتثبيت المنفعة. نعود حبس الأصل وتثبيت المنفعة. أنحبس الأصل، تأتي بكتاب إلى المكتبة، قل واحد ما يديه، واش درنا؟ حبسنا الأصل. هل يجوز واحد يديه باش يقرأ؟ نعم. واش درنا؟ أعطينا في سبيل الله يقرأوه. إذن حبس الأصل وتثبيت المنفعة. 4 كلمات: حبس الأصل وتثبيت المنفعة. حكمه هو دليله. الوقف سنة. الأحكام ما تدورش. الحكم لا يجوز. دمير يكتب جملة كلمة حرام مكروه سنة مندوب كلمة هنا سنة وانتهت القضية. الوقف سنة. الدليل من القرآن كل آية فيها الإنفاق دليل. مثلا ومما رزقناهم ينفقون، الآية الذين ينفقون في الصلاة والضراء دليل، لأن هذه النفقة. الذين ينفقون في الصلاة والضراء، احفظوها هذه يمكن نعطوها لي. الذين ينفقون في الصلاة والضراء دليل من القرآن. دليل من الحديث، استخرج من الحديث. قال الرسول صدقة جارية، ديروا بين قوسين. قال الرسول صدقة جارية، يعني حبينا نقول أن الوقف سماها الرسول صدقة جارية. عندنا عنصرين: المردود الاقتصادي والآثار للوقف. أما المردود الاقتصادي يجب تفهم، فالمردود الاقتصادي أي أن الوقف صدقة جارية ساهمت في بناء اقتصاد المسلمين منذ العهود الأولى. واش داروا بها؟ مثلا بنوا الدور والمساكين للفقراء، بنوا وعبدوا الطرقات بأموال الصدقة هذه الجارية. ثالثا مثلا جعلوه تنفق في اكتشاف الدواء. مثلا أسسوا مكتبة ضخمة في بغداد، أول مكتبة عالمية ضخمة في الفلسفة، في الطب، في الفيزياء، كل هذه بأموال الصدقة الجارية. إذا يجب تقول قد ساهمت عبر التاريخ في بناء الحضارة الإسلامية. الأوقاف هذه ساهمت كثيرا. هذا من حيث المردود الاقتصادي، ما تتكلمش إلا الاقتصاد فقط، ما نعبروا على الاقتصاد. سنين آثار الوقف. آثار أولا أثر نفسي أجر، عندك أجر عظيم بعد الموت، الحسنة تصل إلى القبر وحده. سنين تزيد الأخوة بين المؤمنين، خاطر صدقة جارية يمكن نديرها للفقراء والمساكين، يمكن للناس كلهم، يمكن للقرية. فإذا الأمر الثاني تقوي الروابط بين الناس. هذا منها. 3 تساهم في مثلا في قضاء على بعض الفقراء والمساكين واليتامى، لأن المال هذا نديروه لليتامى. واحد يقول لا أنا فقراء تاع الخارج، وقل المال هذا أنا لكل أبناء السبيل هو يستفيد منها. فإذا نقضي على كثير من الأمور كالفقر واليتم وإلى غير ذلك. هذا من حيث الأثار. الفوائد: أولا الوقف سنة في الشريعة الإسلامية. 2 إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن إذا مات الإنسان ينفعه الدعاء ولده الصالح. 3 بين الرسول أن العلم النافع الذي يتركه الإنسان ينفعه إذا مات. 3 فوائد تكفيك، انتبهوا في الفوائد. بعض الأحيان التلميذ يكتب كل كلمة هذا في فائدة، ما يقدرش يلقى والو. يقول إن الصدقة الجارية والعلم النافع والدعاء الولد الصالح ينفع الميت. إما دوش زيد فائدة ثانية، ما كاش فائدة ثالثة، ما كاش. إذا كل كلمة فائدة. إن الدعاء الولد الصالح لوالديه ينفعهما مع الموت. إن الصدقة الجارية فائدة ثانية، إن الصدقة الجارية تنفع الميت بعد موته. إن العلم النافع ينفع صاحبه بعد موته. نحو الحديث الرابع رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطية، فقالت يعني زوجته، يقول أمه، قالت: لا أرضى بما فعلت
حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن انتبه. الحديث هذا رواه النعمان بن بشير. شوف الصحابي هذا وش عنده خاص. أولا أول مولود بعد الهجرة للأنصار، يولد واحد هجري. أول مولود للأنصار بعد الهجرة، وهذا واحد. اثنين، هو ابن الصحابي، هو صحابي ضمن الصحابي، لأن البشير صحابي وهو صحابي وليس كل صحابة هكذا. اثنين، وصحابي ابن الصحابي. ثلاثة، يعتبر النعمان بن بشير كان واليا الذي الحاكم على الكوفة العراق، كان حاكما على العراق. أربعة، لم يروي كثير من الأحاديث، سي نورمال، روى 114 حديث، 114 حديث، خاطر كان صحابي مشطوح ديال العرس، فلم يروي كثير من الأحاديث. نذهب إلى هذا الحديث الذي يتحدث عن الصلة بين الآباء والأبناء. أولا العنصر الأول مشروعية العنصر الأول ما خاطر التفريق قبل لا حكم دابور حكم العدل بين الأولاد. أولا اللي واجب. ما هو الدليل من القرآن؟ إن الله يأمر الدعاء من آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا العنصر دليل من السنة. بعد مخاطر التفريق بين الأولاد 5. هذا أعطوه عدة مرات في البكالوريا. مخاطر التفريق بين الأولاد. أولا زرع الأحقاد والشحناء والبغضاء بين الأولاد. 2، الشعور بالظلم عند بعض الأولاد أنهم مظلومين، الشعور بالظلم. 3، العقد النفسية، يمكن اختراعه العقد النفسية. لماذا؟ لأنه عزل، عزلوا باباه، ما يمثلوش جامي، دائما يعني اللي كارت، فهو إذا معزول أصلا عزل، عقد نفسية. 4، تشتت الأسرة، ما كانش يعني الصلة بين الآباء والأبناء. 5، عقوق الوالدين، لو لم يطيح باباه ولا يماه الذي فرقا، إذن هو السبب في ما يسمى قطع يعني العلاقة بينهما، فيكون هنا ما يسمى عقوق. وسخط الله في هذه العائلة، لأن فيها عقوق، فيها قطع الرحم، فيها تشتت الأسرة، فماذا بقي فيها الأسرة؟ هذه مخاطر تفريق. ولذلك الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مديت لهذا مد لها لهذا، مديت لها لهذه مديت لها القرآن، مديت لهذا مديت لهذا، ولو ما تحبوش منه ما تفرقش بين الأولاد. هذا مخاطر تفريق بين الأولاد. نبدأ عند العنصر الثاني. انتبهوا، هناك عنصرين يفضلكم مازال ما كملناش الملفتين. هنالك عنصرين يعني فيهم يعني تشابه كبير، وهو حسن تربية وتوجيه الأولاد، والعنصر الآخر الرحمة والرفق بالأولاد. ماشي كيف الزنا. الرفق والرحمة بين الأولاد يعني أنت تكون رحيما. واش معناتها؟ لا تضربهم، تعاملهم بالإحسان، لا تفرق بينهم، تحبهم جميعا. هذا هو الرحمة. وهنا تأتي بحديث أو حديثين: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرفق، الرسول قال: إن الرفق ما جاء الرفق إلا بخير. ارفق، الرفق ترفق إذن عدم استعمال العنف. إذن انتبهوا، الرفق والرحمة نحو الأبناء. تلميذ يتحدث عن الرحمة إليهما، يتحدث كيف يرفق إليهما، ويتحدث أن لا يفرق بينهما. أما العنصر التوجيه والتربية هذا حاجة أخرى. هذه تقول إننا لابد أن نربي الأولاد على الإيمان، على العبادات،
على الأخلاق، على أن يعتنوا بالصحة النفسية والصحة الجسمية. وهنا عندك شواهد كثيرة. لقمان دليل أن لقمان كان يربي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تصعر خدك للناس، امشي في الأرض لا تمشي في الأرض مرحا. حديث رأيتموه في السنة الأولى: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه تربية. الحديث الذي رأينا في الصحة: علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة. تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تعلم الأولاد الكذب. جاءت امرأة نادت طفل صغير قالت له: تعالى أعطي لك شيئا. فقال: لا، ما تعطيه. قال: خبز. قال: والله لو لم تعطيه لكتبها الله كذبة. أي لا تعلم الطفل الصغير الكذب فيكون كذابا. فالتلميذ في عنصر ثاني يتحدث على التربية الإيمانية والتعبدية والأخلاقية والسلوكية. هذا هو التوجيه. هذا يعني العنصرين. الآن من حيث الفوائد: الفائدة الأولى وجوب العدل بين الأولاد في الهدية. نكمل بالهدية. اثنين: إن الإسلام يحبب إعطاء الهدايا للأولاد. ثلاثة: إن في الحديث أن المرأة الصالحة هي التي تعود إلى ما في القرآن والسنة. فقالت له: استشار رسول، ولا قال لك معليش تفرق معليش، ولا قال لك لا، مرأة صالحة لا تحتكم إلى العواطف بل إلى الحق. أربعة: الرجوع إلى الصواب إذا تبين الخطأ. فهذا الصحابي البشير عود ولا الدار نحلوا قطعة الأرض هذه ولا الهدية هذه، نزعها من ابنه النعمان. قال: ما نقدرش نعطيكم كل، نزعها، رجع إلى الصواب. الرجوع إلى الصواب إذا تبين الخطأ. فوائد لازم تكملها. كثير من التلاميذ يظن أن أعرف ما في رأسي، يكتب جزء من الفائدة، يقول: هذا يا شيخ ما أعلمك هذاك هو المعنى. لا 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 لا، كما هنا وجوب الرجوع إلى الصواب إذا تبين الخطأ. جيبوه نغلقها الفائدة. ما يلزمش نحولي نصف نقطة في الفوائد، تعطى 1.5 مينيموم دي فوا 4. لازم تكون 5 على 3. انتهينا من الملف الثاني، نروح الملف الثالث. الملف الثالث هي الدروس. تختلف عن دروس القرآن والسنة. لماذا؟ لأن هي عناصر. الدرس الأول وهو آثار الإيمان والعبادات في اجتناب الجريمة والانحراف. الجريمة أو الجرم لغة هو الذنب، هو الخطأ، هو الضرر، تضر. أما اصطلاحا هي تلك المحظورات، جرائم، هي تلك المحظورات التي زجر، انتبهوا للتعريف هنا لازم تنتبه لي، هي تلك المحظورات التي زجر الشرع عليها بحد أو قصاص أو تعزير. سلم مليح الكلمات: بحد أو قصاص أو تعزير. يعني ما معنى هذا؟ هي تلك المعاصي الكبرى التي تضر بالآخرين وضع الله لها عقوبة. ما هي عقوبة؟ هذه 3 أنواع أذكرها في التعريف. وشنو؟ حد، حدود، أو تعزير أو قصاص. 3. وهذا كان لا يفيد للتلميذ لأن بعد المسلوين أنواع العقوبات 3: الحد، القصاص، والتعزير. لا ذلك لا. إذا أنا من حيث الاصطلاح ما يعطى في البكالوريا عادة يبدو بزاف الحكمة. ما هو الحكمة من الحدود؟ الحكمة من حد السرقة قال حفظ المال. دائما كلمة حفظ، تعلموا حفظ. في الحكمة حفظ، تبدأ ديريكت حفظ. قال في القصص حفظ النفس. في حد الزنا والقتل حفظ العرض، شرف. قال في الإسكان حفظ العقل. في الحكمة دائما نبداو حفظ. قلت ما هو الحكمة؟
قليلا بفضلكم. ندري كل ما نافونسي تلميذ المال يعيو، ولكن كي نعيو بثريس مستحيل يتعب أكثر واش تعبان ياك هكذا. ولكن يعني تلميذ ماذا فيه يعني يهدأ يصبر على الأقل ملف ثلاثة هذه il faut qu'il les maîtrise. Je sensibilise ce n'est pas باش des sur réalité. البكالوريا 75% اللي طروا شهر 75% ولا ماشي فلوس طروا شهر ولا طونا تلميذ دو شهر انا طروا شهر لو كاتريام زمان السانكيام يلقشوا الشهر اذا انتبهوا اذا صبروا يعني الصبر وهو سكوت سكتوا شويه زيدوا سكتوا شويه صبروا في الأزل ننتبه إذا نعود نوليو إذا ثلاثة يقول لك ما هي أنواع العقوبات؟ قل هي ثلاثة أنواع القصاص الحدود التعزية. من نوع القصاص عرف القصاص من قصة يقص قصة تتبع الآثار suivre les traces تتبع الآثار. اصطلاحا هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. أعطاني اصطلاح تعطيني اصطلاح من حقيقة نتكلموا في العبد نتحدث في العبد من يعني عبدا ماشي خطأ نتكلموا هذه عبدا من قتل وضرب وسرق عبدا وكيف سرق دائما عبدا الضرب ربما القتل يمكن يكون خطأ سرق مستحيل يكون يعني. المهم يقول لك الآن القصص هذا القصاص أين جاء؟ يعني ما هو دليله؟ من القرآن آيات كثيرة نختار آية صغيرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. آية صغيرة واحدة أخرى والجروح قصاص كانت تنشر تحفظوها والجروح قصاص أيوة كتجرح هكذا عندك الحق تجرحه والجروح قصاص. الحكمة حفظ النفس فهم قصص. واش كاين في القصص كذلك؟ الدية كاين تلاميذ رأيت في الكورس تاعهم في ثانوية الكرة ما كتبوش الدية تدرس في القصص والدية إذا ما سمح عائلة المقتول للقاتل على القاتل وعائلته أن يدفعوا مالا لعائلة المقتول وهي مقدرة ب100 جمل 100 chambre l'équivalent de 2,5 milliards centimes actuels. هذا الذي يقول لك أو جرح أو دم مفضح موجع 2 مليار أو دم موجع. المهم يقول الدية أين شرعت؟ موجودة في الآية وآيات كثيرة والدية مسلمة إلى أهله أما في الحديث قالها الرسول في خطبة حجة الوداع قال ومن قتل يعني نفس قتلها ففيه 100 باب. فالرسول قال فضلكم من قتل ففي القتل 100 باب جاءت في خطبة حجة الوداع. دليل الدية نذهب إلى الحدود. أولا الحد من حيث اللغة والحاجز الحد هو الحاجز أما اصطلاحا